أسرتي زي أسر كتير جدا، متعودين كلنا نتجمع في يوم في الأسبوع في بيت جدي. ورغم إن جدي كبير في السن بديهي يعني، إلا إنه دايما مبتسم وبيعاملنا حلو طول الوقت، على عكس كبار السن بقى اللي دايما متعصبين ومتنرفزين. بس ده بشرط واحد بس، اعمل ما بدالك، المهم ما تجيش جنب الأوضة المقفولة أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا جدع، عامل إيه؟ يا رب تكون تمام. جاهز الشاي أو النسكافيه بتاعنا، طبعا ما يكونش مقاطعة أو أي حاجة بقى تاكلها أو تشربها عامة، عشان قصة النهاردة هتكون جميلة جدا وهتعجبك بإذن الله. في البداية طبعا ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ما تنساش تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وتعمل لايك وتسيب لنا كومنت جميل زيك. ومن غير رغي كتير ندخل على القصة. الأوضة اللي في ركن البيت البعيد دايما ضلمة ومقفولة، وجد عنده شرط واحد بس عشان يفضل يعاملك كويس، انك تبعد عنها وتسمع كلامه. لكن لو فكرت في يوم انك تقرب منها هتشوف الوش التاني. طبعا يعني كعادة الأطفال كلهم، الممنوع مرغوب. وكانوا الكبار بيتجمعوا سوا بعد الغداء، الرجالة في أوضة الصالون بالشاي والسجاير، والستات في أوضة جدتي بالشاي والكلام في كل المواضيع اللي ممكن تفكر فيها. ده كان بيخلينا احنا كأطفال يعني في حوش البيت لوحدنا. البيت كان مبني على الطراز القديم بتاع الأرياف، اللي هو فيه صالة كبيرة كده في النص، والأوض داير ما يدور كده حوالين الصالة دي، فاهمين قصدي؟ عادة كنا بنلعب أي حاجة من ألعاب الأطفال. كنا 6 وقتها، شادي وفادي دول ولاد عم الكبار، أكبر مني بحوالي 5 سنين، وتامر وعلي دول ولاد عمتي سنهم من سني تقريبا، وأنا ونادين أختي أصغر الموجودين. في العادي بقى نادين كانت بتدخل مع الستات أوضة النوم تسمعهم وتلعب هناك عشان تكون قدام عينيهم، وإحنا ال5 شباب بنلعب سوا. وفي يوم من الأيام شادي شاط لعبة من اللي بنلعب بيهم بزهق وقال: تعرفوا أنا جات لي فكرة حلوة بدل الملل ده. فورا كلنا بصينا له، أصل يا ريت يعني بيت جدي ما كانش فيه ولا تلفزيون ولا فيه نت، فالوضع هنا ملل قاتل. سألناه كلنا بلهفة: إيه هي يا شادي؟ بص ببطء على باب الأوضة المقفولة وهو بيقول: نجرب ندخل ونشوف جدكم قافلها ليه، اكيد وراها سر. فادي قال بصوت واطي: تفتكروا قاتل حد ومخبيه جوه؟ تامر قال: او مربي دب كبير ومش عايزنا نشوف. وعلي قال: او يمكن الاوضه فيها تلفزيون وراوتر ومش عايزنا نعرف عنهم حاجه. وفورا كلهم بصوا لي. حسيت كان لازم اشارك في الحوار يعني بتخمين، بس في الحقيقه ما كانش عندي اي فكره عن ايه اللي موجود جوه. قلت لهم بتردد: اظن يعني ان دي فكره وحشه، طالما جده قال ابعد عن الاوضه دي يبقى لازم تبعدوا عنها. بصوا لبعض كده قبل ما شادي يقول: قلت لكم من الاول ده جبان. فادي قال: خواف. وتامر ضحك وقال: خايفه يا بيضه. علي سكت شويه قبل ما يقول: بصراحه هو عنده حق، انا متفق معاه. شادي بما انه اكبرنا كان بيعتبر نفسه قائد الشله، قال: انا داخل الاوضه رجال، مين معايا؟ فادي وتامر قالوا في صوت واحد: معاك يا شادي. بصوا لنا انا وعلي اللي اتحرك عشان يقف جنبه، هم بيقولوا جبنه، وسابونا وراحوا ناحيه الاوضه.